ازيكم أصدقائي؟ فصل جديد من الإمبراطور تيس والجميلة يوسينيل. في يوم اتنين واقفين بيتكلموا عن الإمبراطور، وبيقولوا لبعض على الزلزال اللي حدث في العاصمة من فترة، وهم عايزين يعرفوا ايه اللي حصل وقتها، وعايزين يعرفوا عن القصر الإمبراطوري. وهما بيتكلموا فجأة يوسينيل معدية من جنبيهم وسمعاهم وهما بيتكلموا مع بعض، وهما بيقولوا إن الإمبراطور بيجهز حفلة للترحيب بقدوم الإمبراطورة، وبيقولوا لبعض إن سن الإمبراطور تيس مناسب للزواج، وبيقولوا إن الإمبراطور ما قالش حاجة، بس الكلام اللي داير هو كده. يوسينيل واقفة جنبيهم وسمعاهم، وبتقول مع نفسها الإمبراطورة ده يعني موضوع الشائعات المنتشرة اليومين دول على تيس، وبتقول إنه تيس عرض عليها الزواج مرة تانية. يا ترى ده موضوع الشائعات والحفلة؟ ولسه الاتنين دول بيكملوا وبيقولوا إنهم سمعوا إن عيد ميلاد جلالة الإمبراطور قرب جدا، وبيسألوا يا ترى وقتها هيتم الإعلان عن الزواج، وهم مستنيين اللحظة دي وعايزين يعرفوا مين الإمبراطورة اللي هتكون مع الإمبراطور تيس. يوسينيل مشيت وسرحانة وبتفكر مع نفسها وبتقول إنه تيس خد قرارات صارمة بالفعل الفترة الأخيرة، وبتقول لو كانوا يعرفوا إن يوسينيل قضت ليلة مع الإمبراطور لكانت هناك ضجة كبيرة. يوسينيل وهي ماشية في بنتين نادوا عليها وبيسألوها على إنها الأميرة هارتلاند ولا لأ، فيوسينيل قالت إنها هي وهم عايزين إيه منها. فالبنات دي قالوا لها إنهم كانوا بيدوروا عليها من فترة، وهم عايزين يعرفوا شوية حاجات وعايزين يستفسروا عنها، وقالوا لها إنهم سمعوا إنها مقربة من الإمبراطور تيس، وسمعوا إن يوسينيل كانت صديقة ليه منذ الطفولة. يوسينيل قالت إنها عارفاه من ساعة ما هي كانت صغيرة. بعدها فجأة البنات دي قالوا إنها ما تعرفش مين اللي الإمبراطور هيخليها تحضر حفلة عيد الميلاد بتاعه. يوسينيل اتفاجئت جدا وقالت إنهم بيسألوا ليه اشمعنى هي يعني. فهم قالوا إنه بما إن الأميرة يوسينيل والإمبراطور تيس يعرفوا بعض، فهم قالوا لها إنه ممكن الإمبراطور تيس قال لها على الموضوع ده، ويمكن تكون يوسينيل عارفة مين هي يا ترى. وقالوا إنه الإمبراطور بلغ سن الرشد من فترة، يعني قد حان الوقت للحصول على رفيقة لي الآن. يوسينيل ردت وقالت إن الأمر ده متروك لصاحب الجلالة عشان ده قراره، وقالت إنها ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، بس هي عارفة حاجة واحدة بس. البنات دي قالوا لها ايه هي الحاجة دي، وهم متحمسين جدا يسمعوا منها. فيوسينيل فجأة قالت لهم إنهم سيدات ما عندهمش أخلاق،
وقالت إنهم بيسألوا عن أمور شخصية، وكمان هما مش عارفين بعض، وهما وقحين لما عملوا كده. البنات دول استغربوا جدا وبدأوا يتأسفوا ليوسي نيل. يوسي نيل وقتها كانت متضايقة جدا، وبتقول مع نفسها إنها ليه مش معتقدة إنها هي هتكون الإمبراطورة اللي الناس بتتكلم عنها، وهي بتقول إنها بتفكر إزاي عن الموضوع ده، وهي في الوقت اللي مش عايزة شائعات تنتشر تخصها، وهي بتناقض نفسها لأنها وقتها غارت لما البنات دول سألوا على تيس، وفي نفس الوقت مش عايزة حد يعرف بعلاقتهم. نيجي بعد كده، الوقت بيمر بسرعة، وجت الحفلة عيد الميلاد الإمبراطور، والكل جاهز للحفلة، وكمان وصلوا عائلة هارتلاند اللي هي يوسي نيل وعائلتها. وكانت يوسي نيل جميلة جدا، واختها كانت متفاجئة جدا من الحفلة، وكانت مبسوطة ومتحمسة جدا وقتها. والد يوسي نيل جه وانضم ليهم، وبعدها دخلوا للحفلة، ويوسي نيل واختها كانوا واقفين، واختها جريت عشان تشوف بنت تعرفها. فيوسي نيل لسه بتنادي على اختها، فجأة يوسي نيل بتبص وراها لقيت صديقتها أولين. يوسي نيل كانت مبسوطة جدا من مظهر صديقتها، وبتسألها على القلادة اللي هي لابساها إنها جميلة جدا. أولين قالت إنها من إيسيل، وهي محتارة ومش عارفة تاخد قرار بشأنه وبشأن علاقتهم. يوسي نيل قالت لها إنها تاخد وقت كويس وتفكر. فأولين ارتاحت لما اتكلمت مع يوسي نيل وشكرتها على مساعدتها. فجأة وهم واقفين جلالة الإمبراطور تيس وصل، وهو داخل. قبل دخول الإمبراطور كان تيس بيحضر نفسه وبيجهز نفسه للحفلة، وبيقول في نفسه إنه حاسس إنه مضطر إنه يتعامل مع الكثير من الناس، وبيقول إنه مشاعر الحقد والكسد مخبأة وراء ابتسامتهم المزيفة، وهو حاسس بده من خلال أرواحهم، تلك الهالة المخيفة المحيطة بيهم. وبيقول إن كل حاجة جاهزة وتم تجهيز كل شيء، وهو لازم يخرج للحفلة دلوقتي. وهو بعدها خرج وشاف يوسي نيل قدامه، وبيقول إنه بمجرد ما بيشوف يوسي نيل هو بيقدر يتحمل كل حاجة وأي حاجة، وبيتحمل كل الناس دي مع ابتسامتهم المزيفة. بعدها هو نزل والناس عمالة تحيي فيه عشان هو الإمبراطور. فهو رفع ايده ووقف وقال إنه عايز يعبر عن امتنانه الشديد للحضور بتاع الناس الموجودة كلها اللي هنا في الحفلة، وبيقول إنه صحيح إن اليوم هو عيد ميلاده، ولكن الأهم من ده إنه مكان للاحتفال بعظمة وازدهار الإمبراطورية الشمالية. وقال إنه في الوقت نفسه إنه لم تفقد الإمبراطورية الشمالية قوتها على الرغم من المحن العديدة. وقال إنه كل ده حصل وكان ممكن يحصل بفضل عمل الجمهور الجاد والمستمر. وقال إنه السلام اللي هم عملوه سوا هو إنجاز أغلى من أي شيء آخر، وهو بيتمنى إنه يواصل ده
في المستقبل المشرق معاهم، وبيرفع الكاس وبيقول إن الكاس ده لتكريم المجد اللامنتهي للإمبراطورية الشمالية وعملهم الجاد والمستمر. والناس وقتها متفاعلة معاه وبترفع الكاس والموسيقى شغالة، والكل بدأ يهنيه بعيد ميلاده وهم بيقدموه احترامهم الشديد، وبيقولوا للإمبراطور عيد ميلاد سعيد لصاحب الجلالة. طبعا يوسي النيل واقفة وشايفة كل ده، وكانت مبسوطة وفخورة بتيس جدا، وبتقول في نفسها إنه تيس أصبح قوي، وهي عارفة إنه إمبراطور جدير بالثقة، وبتقول إنه أحيانا بتحس بحساسية مش عايزة تنتهي منها، إنها عايزة تحضنه، وبتقول إنه دلوقتي ظهرت شخصيته القوية اللي بتطفي على الجميع، وده مخليها متفاجئة في كثير من الأحيان. ومع ده هي عارفة إنه جميع الجوانب بتكون هو، وهي في كل مرة بتشوف حاجة من القبيل إن مستقبلها بيكون مع تيس. بعدها فجأة يوسي نيل جالها ألم في صدرها، وكأن قلبها ينكسر، وكأن قلبها قد تم طعنه، والألم ده بيشبه الألم اللي هي اتطعنت فيه في حياتها الماضية وهي لسه بتتألم. أخت يوسي نيل شايفة يوسي نيل من بعيد وهي بتمسح بمنديل على وشها، ويوسي نيل شافت أختها، وأختها وقتها رفعت إيديها، ويوسي نيل راحت لها، وأختها سألتها على إنها ليه بتمسح وشها بالمنديل وعايزة تطمن عليها. يوسي نيل وقتها طمنتها وقالت لها إنها كويسة، وأختها وقتها كانت قاعدة وبتلعب مع أصدقائها، ويوسي نيل سابتهم ومشيت وراحت للمكتبة، وكانت بتفكر في إنه العالم الخيالي غامض جدا، وبتقول إنه تنعكس كالمرآة على عالم الخيال، وبتقول لو الأمر كده فهي وقتها إنها تقدر تروح إلى عالم آخر. وهي في المكتبة بتقرأ عن الموضوع ده وماسكة الكتاب، وهي واقفة وماسكة الكتاب تيس جه، وهي مش واخدة بالها وهو محوطها من كل ناحية، فهي بتبص لقيته وراها وهو بيقول لها إنه مش مبسوط عشان يوسي نيل سابت الاحتفال وعيد ميلاده وراحت إلى مكتبة القصر الإمبراطوري، وبيقول لها إن اليوم هو عيد ميلاده وهو عايزها تستكمل اللي هي بتعمله في يوم تاني. فهي لسه هتتكلم، هو قال لها إنها ليه بتتجنبه، يا ترى هي خايفة من إنها تكون معاه، وقال لها إنها لو بقت جنبه هتكون الإمبراطورة في نهاية المطاف، وسألها يعني هي مش عايزة كده. يوسي نيل قالت إن الموضوع مش كده، فهو قال لها إنها لو صادقة في كلامها تثبت ده، فهي اتفاجئت جدا، وتيس كمل وقال إنها تسلمه نفسها، وهي لو مش عارفة تديله قلبها يبقى تديله جسمها، وهو قال لها إنه عايز يحس بيها حتى لو للحظة واحدة، وهو مقرب منها جدا. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.